السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهرامات الجيزة هي واحدة من المنشآت اللي حيرت العلماء والباحثين لقرون كتير، وخصوصا الهرم الأكبر. هرم خوفو مكون من 2 مليون و300 ألف حجر، والأحجار دي تقيلة جدا لدرجة إن وزن الحجر الواحد منهم يتعدى 70 طن. وفي نفس الوقت الهرم ارتفاعه عالي جدا حوالي 150 متر. أنا عارف إن معظمنا مش بيحب لغة الأرقام، لكن الأرقام دي فعلا مهولة. إزاي الفراعنة الجامدين دول قدروا إن هم يرفعوا حجارة تقيلة بالشكل ده للارتفاع العالي ده؟ المهمة دي صعبة علينا احنا في العصر الحالي، حتى مع وجود التكنولوجيا والمعدات واساليب البناء الحديثة. فازاي بقى ناس من اكتر من 4000 سنة فاتوا قدروا يبنوا المنشأ الضخم ده وهم ولا كان عندهم تكنولوجيا ولا معدات ولا اي حاجة، وكل اللي كان عندهم مجموعة من الادوات المعدنية البسيطة وبعض الاخشاب؟ والاغرب بقى من ده كله هو ازاي الناس دي قدروا يثبتوا الحجارة بتاعت الهرم فوق بعضها من غير اي مواد اسمنتية او مواد لاصقة. والإجابة على السؤال ده حاجة من الاتنين: يا الناس دي مخاوية لا سمح الله، أو إنهم قدروا يوصلوا لطريقة معينة في البناء مش محتاجة ولا تكنولوجيا حديثة ولا أدوات معقدة، لكن طريقة بسيطة جدا ومن كتر بساطتها ما جاتش على بال حد. أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين، والحلقة دي من أسئلة نص الليل هنجاوب على سؤال إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات. وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. موضوع ازاي الفراعنة بنوا الأهرامات ده موجود فيه مجموعة كبيرة من النظريات، بعضها مرفوض تماما والبعض الآخر مقبول، وبعضها طريف لحد ما. زي مثلا واحدة من الفرضيات بتتبنى فكرة ان اللي بنى الأهرامات دي هم المخلوقات الفضائية. ايوه بالظبط كده. ورغم ان الموضوع يبان انه شيء مضحك بالنسبة للبعض، الا انه بالفعل منتشر مجموعة من الدراسات والابحاث بخصوص الموضوع ده، وعدد كبير من الناس مؤمنين تمام الايمان ان الفضائيين هم اللي بنوا الأهرامات. لكن طبعا الكلام مش منطقي بالمرة ومجرد فرضية مش اكتر. ومن الحاجات الغريبة برضو اللي منتشرة في اذهان بعض الناس هو اعتقادهم بان الفراعنة كانوا عمالقة واجسامهم طويلة، حاجة كده زي العمالقة الموجودين في اتاك اون تايتن. وبالتالي ناس عملاقة زي دول سهل عليهم ان هم يرفعوا الحجارة بايديهم وينقلوها من مكان للتاني ويبنوا الهرم بكل بساطة، ومش بعيد كمان يكونوا كان بيحدفوا الحجارة لبعضيهم. وطبعا الكلام ده برضو غير صحيح. الفراعنة ما كانوش ولا عمالقة ولا اي حاجة، وكانت اطوالهم في الجملة عادية جدا. وده بدليل ان اجسام مومياوات الفراعنة اللي موجودة في المتاحف ولا اجسام ضخمة ولا اي حاجة، لكنهم في حجم اي واحد تاني من البشر. وكمان لو بصينا على التوابيت بتاعتهم الموجودة في المقابر والمتاحف او حتى جوه الاهرامات نفسها، هنلاقي ان مقاسات التوابيت عادية جدا وبرضه مش ضخمة ولا حاجة. وبالتالي الفراعنة اجسامهم كانت زينا بس من غير الكرش. القصة التقليدية عن كيفية بناء الفراعنة للأهرامات واللي قالوها لنا واحنا صغيرين إنهم نقلوا الحجارة دي من جنوب مصر وجابوها لحد موقع الهرم الحالي، ونقلوا 2 مليون حجر وزنهم أطنان خلال المسافة المهولة دي. ما علينا. وأخيرا بقى عملوا ساتر ترابي حوالين الهرم، وبعدين جروا عليه الحجارة الضخمة دي فوق بكر اسطواني من الخشب وشدوها بالأحبال عن طريق السيران والعمال، وهوب بنوا الأهرامات. وبالرغم من ان القصة مرت علينا مرور الكرام، لكن محتاجين نقف عندها شوية. اولا علميا علشان الطريقة دي تتنفذ لازم الساتر الترابي ده يكون خرسانة مسلحة، لان ساتر من التراب مستحيل يتحمل وزن 70 طن بيتحرك عليه، لانه ببساطة هيهبط وينهار. وكمان البكر الخشب مش هيتحمل الاحمال دي برضه. ومحتاجين على الاقل عجلات من الصلب تكون قوية جدا، لاننا بنتكلم عن 70 طن. وبالتالي طريقة البكر الخشب والساتر الترابي والكلام الفاضي ده كله مش منطقي. وحتى لو افترضنا انهم نفذوا الطريقة دي، فحجم الساتر الترابي اللي بيحكي لنا عنه ده لازم يكون اكبر من حجم الهرم ب10 مرات. وبعض المفكرين بيقولوا ان بناء الساتر الترابي العملاق ده وبناء الطرق المهولة دي حوالين الهرم وبعد كده ازالتها بيكون ما يكون ليها اي اثر بعد كده، ده في حد ذاته انجاز يفوق انجاز الهرم نفسه. وعلميا مستحيل ازالة الساتر والطرقات العملاقة دي من غير ما يبقى لها اي اثر، واحنا بالفعل ما لقيناش ليها اثر لحد النهاردة، وده بيخلي الحدوتة كلها على بعضها غير صحيحة. بعض الفرضيات اللي ظهرت حديثا في محاولة لتأييد النظرية السابقة إن في باحثين خمنوا إن الفراعنة أثناء شدهم للحجارة الموجودة فوق البكر الخشبي ده كانوا بيرشوا عليها مية، وده هيسهل حركة البكر وهيقلل القوة اللي محتاجينها علشان يحركوا الحجارة دي للنص تقريبا. اما بقى بالنسبه للنقطه اللي بتقول ازاي الفراعنه نقلوا 2 مليون حجر ضخم من جنوب مصر لحد موقعه الحالي في الجيزه، فالباحثين بيرجحوا ان المنطقه الصحراويه اللي موجود فيها الهرم كانت عباره عن منطقه نهريه، وكان موجود فيها قنوات وتفريعات متعدده من نهر النيل، وبالتالي نقلوا الحجاره دي عن طريق الميه. لكن طبعا في النهايه كلها محاولات لتبرير الطريقه السابقه زي ما قلنا، لكن مع كل ده ما زالت الطريقه غير منطقيه بالمره، وبتحتوي على تساؤلات كتير ملهاش اي اجابه. واهم التساؤلات دي
ازاي رفعوا الحجارة الضخمة دي للارتفاعات المهولة دي من غير اي رافعات او طائرات او معدات حديثة، لكن طبعا محدش جاوب. هل الفراعنة مثلا كان عندهم جهاز بيخليهم يلغوا الجاذبية في منطقة معينة فيرفعوا الحجارة بسهولة ويجي فرعون هوب لفوق تطلع الحجر مكانه؟ للأسف برضو مفيش أي دليل على ده. خلينا بقى ننتقل سريعا لنقطة تانية، ازاي الحجارة بتاعت الهرم متثبتة في بعضها من غير استخدام مواد اسمنتية؟ وكانت الإجابة اللي قالوها لنا زمان برضو، هم مودينا في داهية بتوع زمان دول، انهم ثبتوا الحجارة فوق بعضها عن طريق ما يسمى بخلخلة الهواء، واللي معناها ببساطة انهم بيحطوا حجرين فوق بعض ويبدأوا بطريقة ما انهم يفرغوا ذرات الهواء اللي موجودة بين الحجرين، وبالتالي بتبدأ الحجارة تتثبت فوق بعضها وكأن في مادة لاصقة موجودة بينهم. بس برضو مفيش أي دليل على الكلام ده، وكله مجرد تخمين، لأن موضوع تفريغ الهواء في حد ذاته محتاج تقنيات متقدمة. واحدة بقى من أكتر الحاجات المدهشة بخصوص الأهرامات إنهم إزاي خلوا أسطح الحجارة مستوية بالدقة الشديدة دي. الحجارة بتاعت الهرم على شكل مكعبات ومتوازيات ومستطيلات منتظمة الشكل، والمفروض إن المكعبات دي منحوتة. تخيل بقى ان النحت ده بيتم بمعدات بدائية وادوات بسيطة، واللي تعتبر في حد ذاتها عملية انتحارية. تسوية سطح 2 مليون حجر موضوع يحتاج لمجهود خيالي وعمالة غير عادية، فبالتالي فكرة نحت الصخور هي كمان مش منطقية بالمرة. وبكده تقريبا كل الطرق والفرضيات اللي سمعناها لحد دلوقتي مفيش منها اي حاجة صحيحة. يلا سلام. ولا خلينا نكمل. هيكون ايه رد فعلك لو قلتلك ان المكعبات الصخريه اللي اتبنى منها الهرم اتصبت في مكانها زي ما بنصب الخرسانه العاديه بالظبط، وان الصخور دي ولا اتنحتت ولا اي حاجه؟ الكلام ده قاله الباحث السويسري فون دانيكن والفرنسي جوزيف ديفيدوفيتس. الاتنين دول قالوا ان الفراعنه وقتها كانوا عارفين طريقه عمل خلطه معينه بتكون صخر مصطنع اشد صلابه من الخرسانه اللي بنستخدمها النهارده، والخلطه دي كانت عباره عن طين وبعض المواد الكيميائيه اللي بيتم تسخينها، والخليط ده لما بيجف شكله بيكون زي الصخر الطبيعي بالظبط وبيقدر يعمر لآلاف السنين. وتخيل بقى ان باستخدام الفرضية السهلة دي هنحل كل المشاكل اللي كنا مقابلينها مع كل الفرضيات اللي قبلها. هنكون في غنى عن ان احنا نقطع وننحت الصخور بدقة عالية، مش هنحتاج ننقل الصخور لمسافات مهولة، مش هنحتاج برضو لرفع الصخور للارتفاع الكبير ده كله، ودي حاجة لوز اللوز. طيب العلماء دول توصلوا للنظرية دي ازاي؟ والموضوع ده بدأ منين؟ البداية ان كانت في مجموعة من العلماء بيبحثوا عن غرفة سرية جوه الهرم، وعرضوا الهرم بالكامل لمجموعة من الأشعة، وفجأة لاحظوا ان الأجهزة بتديهم نتائج متضاربة وغير منطقية، مع ان الأجهزة سليمة وما فيهاش أي عطل. وكان التفسير الوحيد للي حصل ان الصخور بتاعة الهرم جواها كمية مية كبيرة جدا، وعلميا ان كمية المية دي مش ممكن تكون موجودة في صخور طبيعية، وده اللي خلاهم يميلوا لفكرة ان الصخور دي تكون مصنعة أو صخور تم بنائها. وبعدها جه جوزيف عمل تجربة عملية بانه حاول يوصل لخلطة شبيهة للخلطة دي، والتجربة نجحت وحصل على نتائج إيجابية، وفعلا قدر يصنع صخور بالأحجام دي وكمان متلاصقة مع بعضها البعض. وحاليا القائمين على البحث بيحاولوا يوصلوا لتركيب الخلطة اللي الفراعنة استخدموها، وبيقولوا إن سر الخلطة دي واحدة من الأسرار الكتير اللي الفراعنة كانوا عارفينها، زي ما كانوا عارفين في الفلك والكيمياء وفي التحنيط. يعني من الآخر كده صخور الأهرامات كانت عبارة عن مادة أشبه بالخرسانة الأسمنتية السائلة اتصبت في قوالب فارغة مستطيلة الشكل، ولما بتجف بتبقى صخور متماسكة ومتناسقة، ودي الطريقة اللي بنوا بيها الصرح العظيم ده. ومش بعيد يكونوا كمان استخدموها في المباني التانية اللي زي المعابد والمسلات الضخمة. يعني ولا كانوا بيرفعوا حجارة ولا بيحركوها، دول كانوا أصلا بيصبوها في مكانها داخل قوالب. وطبعا مش بنقول ان فرضية الصب دي هي الطريقة الأكيدة اللي الفراعنة استخدموها في بناء الأهرامات، لكن بنقول ان دي الى حد ما هي اكتر الفرضيات المنطقية والمقبولة، وممكن يظهر في يوم من الايام نظرية تانية توضح الموضوع اكتر واكتر. واخيرا محدش يقدر ينكر ان الفراعنة وصلوا لدرجة من العلم في بعض المجالات ما قدرناش نوصل لها لحد النهاردة، وده بالرغم من التقدم والتكنولوجيا الحديثة اللي احنا بنمتلكها. وبكده نبقى جاوبنا النهاردة على سؤال ازاي الفراعنة بنوا الأهرامات. وكالعادة لو في سؤال محيرك في نص الليل وانت ممدد على السرير ومش عارف تنام، اكتبه لنا في التعليقات علشان نجاوبك عليه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. واشوفكم الحلقة الجاية.